السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كلنا بنحب تربية الطيور، بس في ناس بتعرف تربي فعلا الطيور كويس وتاخد منها خير، وفي ناس لما تيجي تربي طيور بعد فترة قصيرة تقول انا مش هربي تاني، وانا ما شايفاش خير كويس من الطيور دي وبتكلفني اكتر ما بستفيد منها. فهي شوية حاجات بسيطة، على فكرة تربية الطيور مش صعبة، بس هي شوية حاجات بسيطة انتي ممكن تشوفيها يعني مش مشكلة قوي، بس هي من الحاجات اللي بتنجح معاكي تربية الطيور وبتاخدي منها خير حلو. اولا الاهتمام ان انت تحطي لهم حاجات زي رفع مناعة، زي حاجات البصل مع شوية توم، مع عصرة ليمون مع شوية كركم. مش هقولك تعمليه مخصوص، انت نفسك من فضلة البيت، انت طبعا كلنا ستات بيوت شاطرة وبتطبخوا وبتقشري بصل وبتقشري توم، وانت بتقشري البصل ده قطعيه وحطيه للفراخ، وانت بتقشري التوم اعملي كام فص حطيهم للفراخ. عصرت ليمون ما ترميش القش، حطيه للفراخ. على فكرة من الحاجات اللي فعلا بتخليكي تلاقي انتاج بيض حلو خير من طيورك، الاكل بتاع البيت. حقيقي فعلا اكل البيت من الحاجات، يعني شوية رز اتبقوا، شوية خضار، وما احلى بقى الخضار للفراخ البلد البياضة عندك، لان فعلا بتزود انتاج البيض وبتديكي خير من البيض وطعم حلو للبيضة من الاكل اللي انتوا يعني فاكرين انه هو بتحطوه لهم كده وخلاص. لا، ده انا اي حد يربي طيور مع الخلطة الاقتصادية اللي احنا هنقولها دلوقتي، الموفرة واللي بتديكي انتاج بيض وما بتحسيش بتكلفة الطيور عليكي، وبتاخدي منها اكتر من اللي انت صرفتيه في الخلطة الاقتصادية اللي احنا هنقول عليها، ان انت تحطي اكل البيت. يعني دايما خلي فيه وجبة حطيها للطيور عندك، بواقي خضار مع شوية رز، بواقي خضار مع شوية عيش، عندك جبت جرجير قطعيه وحطه لهم، عندك مثلا جيتي تعملي محشي بقى، وعندك بقى الحاجات اللي طالعة من نظافة المحشي بقى، وتقوير الكوسة وتقوير البدنجان وتقوير الفلفل والحاجات دي، قطعيها وحطيها للفراخ عندك، هيدعولك وهتلاقي خير على سطحك ما شاء الله. ده ممكن من اكل البيت بس تاخدي انتاج بيت حلو. الناس اللي فاكرة ان اكل البيت، لا، اكل البيت حلو وبيدي انتاج بيض وبيدي صحة للفرخ، بحيث ان هو يستمر معاكي في انتاج البيض، لانه كل خضار، الخضار طبعا مفيد للانسان، فاكيد هو مفيد للطيور. شوية الرز اللي انت بتعمليهم ده بيزود انتاج البيض، عندك شوية قمح، عندك شوية خضرة تبقوا، شوية جزر قطعوه لهم. الحاجات دي كلها بتزود معاكي انتاج البيت وبتديكي خير على سطح، وفي نفس الوقت بتوفر عليكي في التكلفة، ما بتتكلفيش كتير. فهي بس شوية اهتمام، ان انت بس تنضفي لهم كويس، ان انت تهتم بالمية، تحط شوية حاجات على المية، خلطة الحلبة مع الشيح اللي قلناها قبل كده، عملت شوية كركديه، حط لهم شوية كركديه في المية بتاعتهم، هيحط لهم اللي هو رفع المناعة زي البصل والثوم والحاجات دي. كل دي من الحاجات الاهتمام اللي انت اما بتديها للفرخ ما شاء الله بيديكي انتاج بيض، وبيديكي لو بتسميني ديوك ولا حاجة زي كده هيديكي وزن معاكي حلو. هي بس شوية اهتمام، وفي الصيف بقى ترش لهم مية، اه تحط لهم شوية عصير ليمون، تحط قشر البطيخ اللي بنرميه، دي من الحاجات القوية اللي بترفع معاكي وبتعالج الإجهاد الحراري للطيور. هي شوية اهتمام بسيطة، وإن شاء الله تشوفي خير على سطحك دايما. هنقول لكم الخلطة الاقتصادية دلوقتي، بس قبل ما نبدأ نذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أول مكون في الخلطة الاقتصادية للفراخ البلد البياضة هو اللي انتوا شايفينه ده، شوية بواقي عيش. بواقي العيش ما ترميهاش، اللي بتتبقى بقى من الأطفال ولا من الكبار أولادنا، هتقطعيها صغير أو تسيبيها تنشف في مكان هاوي فوق السطح، في أي مكان هاوي في البلكونة، وتكسريها وتحطي منها. هتحطي حوالي مثلا كيلو ونص عيش، هنحط كيلو ونص عيش متقطع صغير او ناشف وانتي مدقدقاه. تمام. تاني مكون هنحط كيلو كلفة حمام. كلفة الحمام دي من الحاجات برضو الحلوة في الفراخ البلد اللي بتبيض، لانها كلها مليانة نسبة بروتين عالية.
يعني هتلاقي البسلة فيها نسبة بروتين، هتلاقي الفول الصغير المكسر ده اللي هو بتاع الحمام، هو الكلفة دي اللي بيأكلوها للحمام، بس هي مفيدة للفراخ اللي بتبيض. عندك هتلاقي فيها الفول الصغنن ده بيعلي نسبة البروتين حلو جدا وبيزود معاكي انتاج البيض. هتلاقي فيها الذرة الصفراء اللي بتدي طاقة وبتدي زي نسبة بروتين برضو بس مش كتيرة. كمان القمح من الحاجات الحلوة اللي بتزود معاكي انتاج البيض. يعني وفيها علف بياض، يعني فيها كذا حاجة، يعني متهيألي فيها علف بياض وفيها علف 21. انت لو مسكت كبش على ايدك، وفيها على فكرة حاجة حلوة قوي للفراخ اللي بتبيض، الذرة العويجة من الحاجات اللي بتزود معاكي انتاجية البيض للفراخ عندك. فهتلاقيها كلها مليانة نسبة بروتين عالية، فبتعلي معاكي نسبة البروتين، واحنا عارفين ان البروتين مهم في تكوين البيضة. يبقى حطينا 1.5 كيلو عيش مدقدق، وحطينا كيلو كلفة حمام، وهنحط كمان كيلو قمح عشان نزود الخلطة كده. وعارفين القمح طبعا مفيد جدا في لزيادة برضو انتاج البيض للفراخ. يعني كل الحبوب اللي احنا بنحطها كلها هتحفز معاكي البيض، هتديك خير حلو من البيض، وفي نفس الوقت مش تكلفة عالية. يعني القمح ارخص طبعا من العلف، وكلفة الحمام ارخص برضو من العلف 21. فكل حاجات هنزود بيها الكمية وهتقع عليك ارخص من ان انت لو اكلتي الفراخ عندك علف بياض بس. ده غير اضرار علف البياض اللي انت تاكليه لوحده، ده بيهلك الفرخة معاكي، وبعد شوية تلاقيها قطعة بيض. فما ينفعش نقدمه وحده، ولا ينفع نقدم علف 21 لوحده، لان علف 21 بيسمن الفراخ. لو انت اديتيله كمية وهو ده اللي انت متركزي معاه في الاكل بس يوميا، هتلاقيه بعد شوية سمنت الفرخة منك وقطعت البيض، لانها سدت الدهون، سدت مخرج البيض، لانها بتسمن الفراخ زيادة عن اللزوم. بعد كده هنحط كيلو علف 21 وكيلو علف بياض، كيلو وكيلو. ما ينفعش نحط الاتنين 21 ولا نحط الاتنين علف بياض زي ما احنا قلنا من شوية، لان العلف البياض كتره بيضعف الفرخ معاك وبيقطع بيض. والعلف 21 برضو مهم لزيادة نسبة البروتين برضو، بس بكمية معقولة. يبقى حطينا 1.5 كيلو قمح، 1.5 كيلو عيش، كيلو قمح، كيلو كلفة حمام، كيلو علف بياض، كيلو علف 21. وكمان نسيت اقول لكم ان احنا حطينا حوالي 2-3 كيلو رده، حطينا 2-3 كيلو رده. يبقى عيش ورده وقمح وعلف بياض وعلف 21. العيش 1.5 كيلو، الرده 2-3 كيلو رده، العلف البياض 1، علف 21 1، كيلو قمح 1، وكيلو كلفة حمام 1. المكون بقى الرهيب اللي هو هيرفع معاكي الخلطة الاقتصادية كده للسما، ويخلي زيادة انتاج البيض ويحفز تشكيل عنقود البيض ويزود خصوبة الفراخ عندك، هو المكون اللي انتوا شايفينه ده اللي انا بفضيه دلوقتي، هو فول الصويا. ده مش فول صويا اللي هو الحبوب، انا ما عندناش هنا فول صويا في المحافظة بتاعتنا، فبنشتري فول الصويا اللي هو معمول بالطريقة دي، اللي هو بيحطوه على الكفتة، اللي بيحطوه على اللحمة عشان يعملوا مثلا البرجر، اللي بيحطوه يزودوا نسبة الكفتة مثلا عشان يعملوا كفتة. ده الفول الصويا اللي بيتباع عند عطار عندنا. لكن في البلاد التانية ومتهيلي في بحري هتلاقي حبوب الفول الصويا صغيرة كده، وبتتحط مع الخلطة. بتاخدي حوالي نص كيلو او كيلو تحطيه على الخلطة، حطي كيلو على الخلطة. دي من الحاجات القوية اللي هتعلي معاكي نسبة بروتين الخلطة، يعني هتخلي البروتين بتاع الخلطة ما شاء الله حلو، وهيرفع معاكي، هيتكون معاكي بإذن الرحمن البيضة. تاني حاجة من الحاجات القوية الفول الصويا، ان بتعلي خصوبة الفراخ عندك، يعني بتزود خصوبة الفرخة، فبالتالي هتلاقي عنقود البيض يتشكل، هتلاقي عنقود البيض ما شاء الله بقي مليان، مش عنقود ضعيف ولا فيه بيض قليل، لا هتلاقي عنقود البيض ما شاء الله حلو. فمن الحاجات اللي بتعلي عندك نسبة الخصوبة، فبالتالي هيبقى عندك زيادة في انتاج البيض من فول الصويا. دي من المكونات الرهيبة، هتخلي معاك الخلطة الاقتصادية دي خلطة سوبر،
وفي نفس الوقت هتشوفي خير دايما على سطحك، هتشوفي بيض، هتشوفي ما شاء الله عندك الفراخ بتديكي خير يوميا. وبعد كده نحط خلطة اللي احنا التوابل اللي بنحطها، حبة البركة والشطة والكركم والملح والكزبرة. دي من الحاجات اللي بتزود معاكي فعالية الخلطة طبعا حبة البركة رفع مناعة، والكركم وبتزود نسبة البروتين طبعا حبة البركة. فمن الحاجات الحلوة، والأملاح بتعادل الأملاح المعدنية قلناهم قبل كده الخلطة دي. لو انتوا معايا لغايه دلوقتي ما تنسوش اللايك، ودايما ما تخافوش من تربيه الطيور، بس هي عاوزه شويه اعتناء بسيط، ومره في مره هتعرفي ان تربيه الطيور دي مش هتاخد منك وقت، وهتحسيها سهله جدا، ويعني مش معضله، وهتوفر معاكي، مش زي ما مثلا في ناس بتربي بتقولك لا تشتري العبد وتربيته. لا، تربيته هيبقى اوفر واحلى، وطعم بيضه حلو، وحاجه بلدي حلوه لاطفالك، وحاجه صحيه. والخلطه دي من الخلطات اللي انتوا ان شاء الله هتستمروا عليها، وهتشوفوا دايما خير على السطوح عندك، وفي نفس الوقت اقتصاديه وموفره. ودايما حطوا اكل البيت، ممكن وجبه من اكل البيت، وجبه من الخلطه اللي احنا عملناها، هتوفر معاكي وهتديكي انتاج بيض حلو، وفي نفس الوقت هتلاقي صحة الفرخة حلوة مع أكل البيت، وهتلاقي إنتاجية للبيض وطعم حلو للبيض. أتمنى الفيديو إن شاء الله يكون عجبكم إن شاء الله، وتشيروه لأصحابكم، ودايما بيوتنا وبيتكم كلها خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.